السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الجمال؟ شايفين كنتاكي الروعة ده؟ شايفين ان احنا هنقطع على محلات كنتاكي بعد كده؟ مش هنجيب كنتاكي من بره وهنعملها في البيت وهتدينا نتيجة حلوة جدا. ونبدأ الفيديو بتاعنا ونقول كده. ده في البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا الفراخ بتاعتي انا مقطعاها، جايبة فرخة هتقطعيها على 8 اجزاء. هتحطيها في محلول النقع ده لتر ونص مية، حط عليهم ربع كوباية ملح وربع كوباية سكر ونقعتهم من بالليل لتاني يوم الصبح. دي خطوة لازم منها ضرورية جدا. بعد كده اخدت الفراخ بتاعتي صفيتها، انت شايفه طبعا الميه بتاعت محلول النقع واخدت اللون الدم اللي فيها والزفاره وكله. طيب معايا بعد كده صفيت الفراخ. التوابل بتاعتي عبارة عن معلقة توم باودر يعني صغيرة، ملح وفلفل، مكعبين مرق انا فرمهم يعني هم ناعمين، انا اللي مفتتاهم يعني. كمان حطيت عليهم 3 او 4 معالق من الشطة. ما تخافيش، الشطة مش هتخليه يبقى سبايس ولا حاجة، بس بتديله طعم وبتخلي النكهة بتاعته زي بتاعت كنتاكي بالظبط. لو انت عملتيها من غير الشطة بيبقى كنتاكي نفس الشكل بس والطعم برضو. بس خلينا متفقين ان الكنتاكي لما بيكون سبايسي بيبقى احلى من البارد، حتى الغلاف بتاعه بكل حاجته تمام كده. بعد كده جبت معايا كيلو دقيق، مش حاطه عليه اي حاجه خالص. لو انتي عشان اول مره تعمليه فهتبقي خايفه من النتيجه بتاعته، حطي عليه معلقه بيكنج باودر. وبعدين تاخدي الفراخ بتاعتك تحطيها في الدقيق وتطلعيها تحطيها في ميه وتقلبي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ضروري ان انت بتقلبي الفراخ ما تضغطيش عليها بايدك، يعني خليها على الفاضي كده، ياخد الشكل بتاع القشور بتاعت الفراخ كده زي ما انت ما شايفاها. هتعمليها ممكن تعملي كفر مره او اتنين، انا عملتها مرتين، عايزه تعملي المره التالتة تمام مفيش مشكله. زي ما قلت انا عاملاها كذا مره قبل كده في القناه، النتيجه بتاعتها بتبقى حلوه جدا. مفيش اختلاف بينها وبين كنتاكي من اللي بنجيبها من بره. بسويتها في يعني لما جيت حمرتها. انا حمرتها عملتها في حله، كنت بحمرها في حله. المره دي انا هسويها في حله الضغط. ويا جماعه حله الضغط للناس اللي عندها حله الضغط وعايزين يسووا فيها، يعني خدي بالك وانت بتسوي فيها كويس جدا. الموضوع يعني لازم تكوني منتبهة كويس قوي قوي وانت بتسوي، عشان لا قدر الله ممكن تعمل مشكلة كبيرة. انا لما اجي عند الخطوة بتاعة التحمير هقول لكم بالظبط ايه الخطوة اللي انت تعمليها علشان تتأكدي ان الكنتاكي يطلع معاكي كويس والكفر بتاعه ما يفكش معاكي ويبقى طري. خلاص كده. الطريقة بتاعته طبعا لغاية دلوقتي كده هي واضحة جدا. زي ما قلت انت الفراخ بتنزليها في الميه، بتحطيها تاني ترجعيها في الدقيق. لو لقيتي الدقيق بتاعك كتل او بقى فيه كتل، فانت كل فتره تروحي واخداه كده نخلاه بمصفى او يعني بمنخل، يطلع تاني تطلعي الحاجات الكتل منها وترجعيه تاني يبقى دقيق علشان خاطر يعمل لك القشور دي تبقى شكلها كويس. هنا انا خلصت الكميه بتاعتي. طبعا انت ما ينفعش تعملي الكميه كلها مره واحده، انا عشان عارفه انها تطلع معايا بسرعه واخده كميه الحله بتاعتي هتعمل ايه. زي ما قلت يا جماعه دي حله ضغط، حطيت فيها ازازه زيت، فضيت فيها ازازه زيت تمام كده. حطيت الزيت على النار متوسطه، نزلت بالفراخ بتاعتي. وانا بحط الفراخ هحاول احط كل اجزاء مع بعضها، يعني الدبوس يبقى هنزل دبابيس، خلصت الدبابيس هحط صدور عشان يبقى السوا يكون واحد. خلاص كده. انا النار هنا بتاعتي على الوسط، مش مخليها ولا واطيه ولا عاليه. خلاص. طيب ايه الحاجه اللي هتخلي لك الفراخ بتاعتك تكون مقرمشه والكفر بتاعها ما يقعش ويبقى طري؟ لازم تقفلي اول حاجه الحله كويس جدا وتتاكدي انها مقفوله كويس جدا. الحاجه اللي انت عشان يبقى الفراخ طالعه معاكي مقرمشه، لان في ناس بتعملها والنتيجه بتاعتها بتطلع وحشه جدا، والفراخ بتبقى سايبه الجلد بتاعها بالكفر بتاعها في الحله وبتطلع الفراخ لوحدها. هي اللي في ايدي دي بتشيلي منها الصفاره، الغطا بتاع الصفاره، علشان تستوي ويبقى الزيت طالع من الفتحه بتاعت اللي انت شايفاها قدامك، الفتحه دي كده الزيت يبقى مفتوح 10 دقايق بالظبط وفتحت عليها شكل الفراخ بتاعتي بعد 10 دقايق. طيب لو انت ما عندكيش حله ضغط مش هتعملي كنتاكي، لا هتعملي كنتاكي. هتجيبي حله عاديه تحطي فيها الزيت وتحطيه على برضو يبقى نار وسط وتنزلي الفراخ بتاعتك فيه. ما تحاوليش تكتري فيه قطع فراخ عشان الزيت ما يبردش معاكي. وبعد كده 14 دقيقه او 15 دقيقه بالظبط، بس طبعا هتبقى فيها متابعة بقى ليكي كل شوية تبصي عليها. بعد 14 دقيقة أو 15 دقيقة هتلاقي نفس النتيجة بتاعت الفراخ هي. الفرق إن هنا بس حالة الضغط بتسرع لك السوا بتاعه. زي ما قلت هنا أخدت معايا 10 دقايق، يعني أنا فتحت بعد 10 دقايق لقيتها خلاص بقت بالشكل ده. طبعا هي طالعة مستوية كويس جدا. وكمان الخطوات اللي انت بتعمليها وان انت تنقعيها دي يا جماعة للمرة التانية بقول اهو، حلة الضغط لازم تشيلي الصفارة، اوعي تخلي الصفارة موجودة فيها، لازم الفتحة دي تبقى موجودة عندك مفتوحة وانت حطاها على النار.
شايفه الفراخ الكفر بتاعها عامل ازاي، مقرمشه، ما وقعتش منها الكفر ولا اي حاجه. لو انت بقى حاطه الصفاره هيقع منك الكفر ده، وهتبقى الجلد بتاعها يسقط من عليها. طريقتها سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش في لايك وشير واشتراك في القناه، والسلام عليكم.